هنبتدي سوا مغامرة واستكشاف ونجاوب على حاجات كتيرة ونحط الضوء على مفاهيم مهمة ونثير تساؤلات مشروعة ممكن نطرحها لبعض. إيه الحكاية؟ هو إحنا بنهرب من حياتنا اللي فيها مشاكل مش عاوزين نحلها ونقعد نروح لورا؟ نروح لزمان أجدادنا الفراعنة اللي عندهم علم وحضارة يعني بنتباهى بيهم وبس؟ هل الهوية الفرعونية مجرد معابد وتماثيل ورموز وحيطان وزخارف ورموز؟ هي دي مجرد شوية تحف واكسسوارات للمتاجرة بنسخها في المحلات والبازارات وبيع الأصل منها في المزادات في أوروبا وأمريكا وجميع أنحاء العالم بعد أن يتم تهريمها بطرق شيطانية من حفنة ممن لا يقدرون حقيقة مصر ولا تاريخها أو أثرها في حياة وتاريخ المصريين والدنيا كلها. وزي ما ذكرت التوراة إن قصص الأمم السابقة وروت عنهم روايتها، فإن القرآن الكريم لم يتركنا كمسلمين من غير ما يروي لنا ويقدم لنا الرواية الصادقة اللي تحصننا كمسلمين من الوقوع في أفخاخ القصص المنحرفة أو المحرفة. والحقيقة اللي عاوز أنبه عليها هنا هي أننا لما نذكر التاريخ لا نعني أننا هنروي قصص أو حكايات لقضاء أمسية عائلية ونقول لكم مشاهدة ممتعة زي ما بيحب البعض أن يسمع. فلو حد من حضراتكم بينتظر مننا كده هنعتذر له من البداية، وعليه أنه يدور على برنامج آخر للتسلية. واللي بنطرحه في ما وراء الأهرامات رواية نسعى من خلالها لكشف الحقائق عن تاريخنا المصري القديم، وبالتالي لدينا مساحة من الجدية ونقول للي عاوز يحبطنا بأننا ما عندناش قدرة ولا الموارد اللازمة لتغيير الروايات السائدة اللي تمكنت من عقول أجيال وأجيال من أكثر من قرنين من الزمان، وإننا لن نستطيع إحداث الفارق، وإن الأمر مش بالقدرات أو بالموارد ولكن باللي نستطيعه من إعداد وباللي نحمله من رغبة جادة في تقديم شيء من الحقيقة لإيقاظ الأمة للقيام بدورها الحضاري ورسالتها العالمية من جديد. وزي ما بيقول الكاتب والأكاديمي والمؤرخ البريطاني بيتر ماندلر إن قيمة التاريخ الأخلاقية لا تكمن في أنه يعطينا دروساً أو عبراً، بل في إثراء مخيلاتنا بتجارب أو خبرات عن أسئلة وأجوبة معقدة في ظروف مغايرة لظروفنا. وده اللي بنسعى عليه في برنامج ما وراء الإهرامات، إن التاريخ بالنسبة لنا مش بس حكايات قديمة، ده أساس مهم علشان نعرف إحنا مين وهم مين وبنعمل إيه هنا دلوقتي ولازم نعمل إيه بكرة. التاريخ بالنسبة لنا يمثل العودة للجذور علشان نعرف نتقدم ونتطور، لأنه من غير التاريخ مش هنبني مستقبل قوي ولا هيكون عندنا وعي إيماني ولا علم ولا أخلاق ولا قيم. ولو مش مصدق دور وأهمية التاريخ، اسمع معايا الأقوال دي علشان تعرف أهمية التاريخ في صناعة الهوية الشخصية الفردية والمجتمعية والأممية وأثرها على الحاضر والمستقبل. ماركوس غارفي بيقول إن الشعب الذي لا يعرف تاريخه وأصله وثقافته الماضية يشبه شجرة بلا جذور. مايكل كريستون يقول إذا كنت لا تعرف التاريخ فأنت لا تعرف أي شيء، أنت ورقة لا تعرف أنها جزء من شجرة. وأقوال كثير وحكم وأمثال بتؤكد على أهمية التاريخ. وخير من كل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف عليه السلام: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. الفيلسوف الجزائري المبدع مالك بن نبي، وهو واحد من أهم وألمع العقول العربية اللي أثروا في الفكر العربي والإسلامي في القرن العشرين، وساهم في شرح مفهوم الهوية والتنمية في الوطن العربي والإسلامي. عنده كلام جميل قال فيه إيه؟ وإنها لشرعة السماء، غير من نفسك تغير التاريخ. وده بيأكده القرآن الكريم في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بالنبي قال إن كل أمة لازم تقوم بدورها في سلسلة الحضارات، وكل واحد منا لازم يساهم في بناء الأمة. وكمان بيشدد على أهمية تأثير رجال الدين على الأوضاع السياسية وتقدم الأمم، وإن مرفوض إن رجال الدين يرفضوا دراسة التاريخ والحضارات زي ما بيحصل من بعضهم النهاردة مع الأسف. مالك بن نبي بيأكد كمان إن التغيير بيبتدي من الفرد وبيوصل للمجتمع، وإنه شرط أساسي لأي نهضة حضارية عايزين نقوم بيها. وعلشان أنا اقتنعت بالكلام ده والأفكار دي حاولت إن أنا أدور في تاريخنا القديم عشان أحاول أفهم الحكاية.
الحكاية، مش علشان أرجع للفرعونية التوراتية المرتبطة بالظلم والاستعباد اللي خلى الناس بتقول إحنا شعب ما ينفعش معاه إلا الكرباج، لا، بس علشان أرجع أصحح مفهوم الفرعونية اللي كان بيعبر عن المنصب السياسي للحاكم في الدولة المصرية القديمة، زي ما النهاردة بنقول ألفاظ من قبيل ملك، رئيس، أمير على أي حاكم في أي دولة. لكن الرواية التوراتية اللي كانت وما زالت منتشرة بيننا كلنا ربطت لقب الفرعون في أذهان الناس مصريين وعرب ومسلمين بادعاء الألوهية ونشر الشرك والظلم والاستعباد، وكل ده محض افتراءات هنتكلم عليه. ولكن تكفي الإشارة هنا إن كتير من العلماء المتخصصين في علم المصريات قالوا إن فرعون الخروج ما كانش رمسيس الثاني، لا، ده ما كانش مصري من الأساس. وهنا لازم نأكد على إن دراسة التاريخ وقصصه مش علشان ينام عليها الصغار أو يلتهي بيها الكبار، لا، علشان تصحي الهمم في نفوس الأبطال. إحنا بندرس التاريخ ونعود للماضي البعيد في رحلة لآلاف السنين علشان نبحث فيه عن فرص التغيير ونفهم إزاي نستخلص الدروس والعبر من حضارتنا القديمة، وإزاي استطاع المصري القديم إنه يبني الحضارة العظيمة دي اللي جه عليها وقت وكانت بتأكل كل الدنيا. ومع الأسف لسه المصري النهاردة بيدور على لقمة العيش في داخل بلده ومش لاقيها، فبيضطر يطلع بره. وأحب أكد لكم إن إحنا في ما وراء الإهرامات هنسعى مع بعض إن إحنا نبحث عن حقيقة أجدادنا المصريين القدماء، مش بس كده، هنتعرف على حياتهم وفكرهم والقيم اللي بنوا عليها الحضارة العظيمة دي. في ما وراء الإهرامات هنحاول نفهم تاريخنا العريق علشان نصلح التشوهات النفسية والثقافية واعتلال الوعي ومشاكل التعايش اللي أثرت على شخصية المصري النهاردة نتيجة للأحداث وتجارب سلبية أثرت بعمق في نفوس المصريين أفرادا وجماعات ومجتمعات. ما وراء الأهرامات هنحاول نشير للأفكار والتصورات الخاطئة وندلل على أن تاريخنا المصري القديم اللي بدأ منذ فجر التاريخ على القيم المصرية الأصيلة اللي كانت سبب في صناعة هذه الحضارة. ومن أجمل ما ذكر المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت أبو التاريخ اللي زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، فكتب كتاب عن اللي شافه في مصر وسمعه، وذكر إن من بين القوانين المصرية العجيبة قانون اللي وضعه الملك أمازيس أو أحمس الثاني، وهو من ملوك الأسرة السادسة بعد العشرين. وبالقانون ده حتم على كل مصري من المواطن العادي إلى حكام الأقاليم والوزراء إنه يثبت في آخر كل سنة اسمه ولقبه وصناعته وطرق تعايشه في سجل وضع خصيصا لهذا الأمر في محكمة الجهة اللي تابع ليها المصري وبيقيم فيها. وطبعا بعد كده كان لازم عليه يبين سنويا مصدر دخله اللي هي إيه؟ من أين لك هذا؟ النهاردة النظام ده مبني على تقسيم العمل وارتباط المصري بمكان نشأته اللي كان بيسبب تماسك أفراد المجتمع ويخليهم ملتصقين ببعض اجتماعيا واقتصاديا وصناعيا، وده كان عامل مهم في توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين في مصر وقتها. حضراتكم تصورتوا الموضوع؟ احنا بنتكلم عن حضارة بتتوصف انها حضارة بدائية ووثنية. تخيلوا معايا البدائية بتاعتهم عاملة ازاي لما كانت من آلاف السنين، والتقدم بتاعنا اليوم عامل ازاي. اليوم العالم مع كل التقدم اللي اتحقق في القرن ال21 بقى بيتكلم عن أهمية النزاهة لكافة المسؤولين اللي بيتولوا الوظائف العامة بالدولة، وضرورة انهم بيقدموا إقرار بالذمة المالية. ولكن أجدادنا المصريين القدماء عرفوا الذمة المالية قبل آلاف السنين. تخيل السؤال، ليه ما تمش دراسة هذا في التاريخ؟ أنا كنت أدبي وما درستش أي شيء من اللي أنا بقوله لك دلوقتي، أو أي شيء عن أخلاق وقيم ونزاهة وشفافية أجدادنا المصريين القدماء. فين القيم دي؟ مين المسؤول عن طمس هذه الجواهر الأخلاقية اللي بتفوق في عظمتها أثمن الآثار المادية اللي تركها أجدادنا المصريين القدماء؟ مين؟ ولو العالم كان مندهش من تلك الآثار المادية، أهرامات وآثار ومعابد ومقابر، فما بالكم إنه لو عرف وأدرك ما كان عليه أجدادنا المصريين القدماء من تقدم حضاري وأخلاقي ما وصلش ليه الغرب إلا قبل 100 ولا 200 سنة نظرياً. والحقيقة إن الحضارة اللي أسسها المصري القديم كانت فعلا حضارة مبهرة، ومحتاج الغرب أن يصل إليه حتى بعد 200 ولا 300 سنة كان المصري القديم عامله من آلاف السنين. تخيلوا إيه العظمة دي. ودلوقتي وبعد ما ذكرت لكم القانون اللي بيوازي بل يتفوق على أفضل قوانين النزاهة في دول كتير من دول العالم في العصر الحديث، ربما زالت الدهشة عند المندهشين عندما قلت إن ما وراء الأهرامات العظيمة إنسان عظيم، وإن من كان ينظر بإعجاب وانبهار لمنجزات الحضارة المصرية القديمة
اللي كان من أبرزها الأهرامات والمسلات والمعابد والتماثيل الضخمة واللوحات الفنية والمقابر وتوابيت السرابيوم، إلا أن الأكثر دهشة واللي يستحق الإعجاب فعلا هو قيم وأخلاق ومنظومة الحكم اللي صنعها المصري القديم، وأسس عليها أول دولة مركزية قوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ونظام حكم لم يكن موجود ولم يعرف في التاريخ، ونظم بيها الدولة وقنن بيها القوانين اللي حققت للدولة المصرية القديمة الأمن والأمان والاستقرار اللي عاشت مصر بيها لآلاف السنين. ولا عجب في ذلك، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وده اللي بيثبته المؤرخ الأمريكي الشهير جيمس هنري بريستون لما قال: مما هو جدير بالاهتمام أن نلاحظ أن ما صار إليه الجنس البشري في مصر القديمة اللي كانت تعتبر جزيرة المنعمين في مدة 5000 عام. على فكرة أنتوا خدتوا بالكم مستر هنري قال إيه؟ قال إن مصر كانت جزيرة المنعمين. أنت متخيل؟ جزيرة المنعمين، يعني كان الشعب عنده شيء كبير من الرفاهية، ومع ذلك كانت الحضارة المصرية القديمة من الحضارات القليلة اللي أسست دولة مركزية قوية إقليميا وعالميا. إذن مفيش تعارض بين أن يكون في رفاهية وبين دولة مركزية قوية كانت مضيافة تستقبل الوافدين ليها من كل حدب وصوب وتقدم لهم الأمن والأمان والطعام، بينما لم نرى ما تسمى بدول العالم الأول في القرن ال21 ماذا فعلت في زمن كوفيد، وكيف يعيش المشردين والجوعى بعشرات الآلاف من البشر في عواصم الدول الكبرى، بصورة تدلل على ضعف القيم لدى هذه الدول الكبرى رغم تشدقهم بها وتفاخرهم بها علينا إعلاميا ليل نهار، ولا عزاء للواقع من هذه القيم. لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجه ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء.